يعني هل يمكن لأزمة لاعب ان هي تودينا لكل هذه المشاكل؟ ثم هل كان من الممكن ان يشارك نادي الزمالك بصياغة انت تشوفها مناسبة؟ اول حاجة هو مش موقف لاعب، هو موقف نادي. يعني هو مش ملوش علاقة بخصوص كهرباء او شناوي او باعتبار صاحب الواقع يعني اللي اثارت المشكلة. انا هقول لحضرتك على حاجة، هو واقعة حصلت ايا كان مين المخطئ. ينفع القرار يطلع بعد 4 شهور في مباراة يعني بنتكلم سوبر؟ مستحيل. هي القرار طلع بعد 4 شهور. حضرتك الواقع من الماتش كان في يناير طبعا. فانا جاي دلوقتي حضرتك بطلع، فطبعا ده غير منطقي. هل النادي الاهلي له حق؟ له حق مليون في المية تماما. جاي لي قبل ماتش قبل بطولة بتطلع القرار، يبقى في خطأ من الاتحاد المصري لكرة القدم. فمن يمثل يعني احنا بنتكلم ان لجنة الانضباط لم تجتمع ان هي تطلع قرار فوري. وبالتالي في الاخر الاتحاد المصري هو اللي هيشيل هو الموقف. فهل ده طب وهل اتحاد الكوره هو المسؤول عن التاخير في القرار ولا لجنه الانضباط لم تجتمع؟ يعني بص يا كابتن، اتحدى ان احنا ايامنا ما كنا موجودين كان بيبقى في تاخير في القرار، يطلع على طول تاني يوم ثالث يوم بالكتير قوي، وده الصح. اللجان على طول بتجتمع. يمكن المستشار سيد البنداري واللجنه المحترمه لا كان مناسب صراحه على طول. فلازم يبقى في اجتماعات، لازم على الاقل بتبقى كل اسبوعين مره تجتمع اللجنه دوريا. احنا كنا كل اسبوع على طول بيشوفوا المواقف وابتدوا يفصلوا. وفي ساعات لجنه المسابقات بتبقى ليها قرارات، يعني على طول الامور سريعه. فطبعا لا، هو مش لاعب، هو موقف. له الحق تماما النادي الاهلي. ده اول شق. طب الشق الثاني، هل الزمالك قراره غلط؟ صح. انا بقول لحضرتك، انا لو صح ليه صح؟ ان برضو القرار اللي طلع هو قرار من لجنه الانضباط بوقف لاعب. فطبعا انا عاوز اتمسك بالقرار كنادي الزمالك، يعني هم عاوزين يتمسكوا بالقرار. فحصل بعد كده لجنه التظلمات، حصل تظلم. اول حاجه القرار ده ما بيتوقفش، مفيش حاجه اسمها وقف القرار لحين الفصل، مفيش الكلام ده خالص. هو انا القرار بيستمر لحين الفصل بالحكم. وده حصل على فكره في ماتش السوبر لما احنا كنا موجودين، حصل مشاكل. كان امام عاشور تقريبا وكهربا ومش فاكر مين، كان في لعيبه كتير وشيكابالا، وكان في لعيبه كتير اتوقفوا. وعلى فكره لما اتعمل لجنه تظلمات فضلوا موقوفين لغايه ما لجنه التظلمات قللت العقوبه. وده حقها. فضلوا موقوفين لكن مفيش حد لعب. فبالتالي لا، المفروض العقوبه كانت تستمر لغايه ما ممكن النهارده كان يطلع المستشار عادل او امبارح او ايا كان يلغي العقوبه. محدش يقدر يقول حاجه. ازي حضرتك؟ وحشني كتير والله. انت كمان والله، اهلا وسهلا. كيف تجري الامور بقى والاستعدادات لمباراه طبعا السوبر ان شاء الله يوم الجمعه القادم؟ بص، هو مش هكذب على حضرتك يا كابتن مدحت، الموضوع فرق من اهلي وزمالك او زمالك واهلي، الاهلي وبيراميدز. الموضوع يختلف كتير طبعا. نعم. لكن خلاص الناس بتتعامل مع الموضوع ان هو خلاص هنقفل الصفحه مؤقتا، مفيش وقت ان احنا نتكلم في اي حاجه ثانيه غير ان احنا المباراه تقام. نعم. يعني انت بقى عندك التزامات جماهيريه وتسويقيه وحاجات امور ماديه وحاجات زي كده، فخلاص المباراه هتلعب. وبيراميدز ان شاء الله يوصل بكره الساعه 10 طياره خاصه زي ما حضرتك عارف. تدريب وحيد هنا في ابو ظبي، هيتعمل على استاد محمد بن زايد اللي هو ملعب نادي الجزيره يوم الخميس اللي هي ليله المباراه الساعه 8:30. موقف رسمي بالنسبه للامور الخاصه بانسحاب الزمالك والحاجات دي ما طلعش موقف رسمي. لكن اعتقد ان بكره وحسب كلامي مع المسؤولين او بعض المسؤولين في مجلس ابو ظبي الرياضي ان شاء الله بكره في بيان رسمي هيطلع هيفسر حاجات كتيره وخاصه جزئيه التذاكر. زي ما حضرتك عارف ان جزئيه التذاكر دلوقتي في جمهور زمالك ملتزم اشترى تذاكر. أيوه. هل هو حابب يحضر مش حابب يحضر؟ هل هو حابب يرجع التذاكر؟ الامور دي هتتحسم بشكل كبير بكره. لان احنا امام مشكله يا كابتن مدحت. نعم. مشكله تتعلق بان احنا تقريبا شبه ما اتحطناش في الموقف ده قبل كده. موقف جديد، التذاكر هترجع، ده ما فيش فيه كلام وما فيش فيه خلاف. لكن احنا امام مشكله ان هي اليه عوده التذاكر، اليه عوده الفلوس للي هيرجع التذكره، واليه ثانيه اللي هي اليه طرح تذاكر جديده لجمهور بيراميدز او اذا كان جمهور الاهلي هيشتري. نعم. فالموقف يعني لم يتضح. لا، هو جمهور الاهلي ما فيش مشكله، هو التذاكر خلاص تمام. تذاكره نفذت اذا حابب يشتري. لان عايز اقول لك كابتن مدحت، انت مع طرح التذاكر بعد 3 ساعات فعليا بعد 3 ساعات كانت
تقريبا 90% من تذاكر جماهير الاهلي تم اللي هي سولد اوت، خلاص نفذت. جماهير الزمالك كانت الى حد ما شويه، يعني اقل بنسبه شويه. ايوه. قصه التذاكر دي هتتحسم بشكل كبير بكره، لان انت كمان احنا قدامنا مشكله اخطر، وهي مشكله الوقت، ان مفيش وقت اصلا ان انت تتعامل مع المواضيع. انت اللي بيهمك دلوقتي والتركيز كل الاطراف تركيزها حاليا على ان المباراه تتلعب. خلاص احنا بنقفل كل الصفحات بشكل مؤقت. هنستقبل بيراميدز بكره زي ما الاهلي جاء، وكان ليه استقبال رسمي النهارده، في استقبال رسمي لبيراميدز من مجلس ابو ظبي، واعتقد من القنصل المصري. زي ما قلت لحضرتك تدريب وحيد. خلاص تتلعب المباراه، بعد كده في امور كتير هنقعد ونناقشها. لان بمنتهى الامانه الموقف سخيف، يعني الموقف منتهى الحرج ان انت تتحط في الموقف كده. طبعا وفي بلد وفي تنظيم وفي امور كتير ماديه وتسويقيه ما تعملش حسابها، ما تعملش حساب شكلنا، ما تعملش حساب سمعتنا. لكن خلاص احنا قدام امر واقع، وبالتالي لازم. طب الصحافه الاماراتيه يا استاذ محي تناولت الامر ازاي فيما يتعلق باعتذار نادي الزمالك او انسحابه من هذه المباراه؟ والله عايز اقول لحضرتك كابتن، يعني هو تعامل مجرد جدا، ان انت مجرد بتنقل خبر. اوكي. طبعا السرعه انت مش قادر تلاحق. لو انت بتتكلم على الصحافه الورقيه، فالصحافه الورقيه انت عايز اقول لحضرتك ان انت ممكن تخاف تتعامل مع الخبر، لا تتورط. يعني انت النهارده ممكن تطلع بان الزمالك بيفكر في الانسحاب، وبعد ساعه تلاقي جديد. وبالتالي التعامل في الصحافه الورقيه كان التعامل يعني شبه تجاهل للموضوع، او انك بتتعامل مع مباراه سوبر اهلي وزمالك، اهلي وبيراميدز، زمالك وبيراميدز، بتتكلم في المجمل وفي العام. لكن التغطيه كانت تغطيه عاديه، لان الزمالك جاي، لا مش جاي، الزمالك اعتذر، البديل بيراميدز، اللي هي نفس التغطيه اللي ممكن تتم في مصر. نعم. لان زي ما قلت لحضرتك هو موقف يعني ما سبقش انه عدى علينا، واعتقد ان هو ما بيتكررش، وما يتكررش بنفس لا بنفس الشكل ده لم يحدث الحقيقه يعني. طب التذاكر المباعه بالنسبه لجمهور الزمالك، التذاكر المباعه تقريبا كام الف تذكره تقريبا؟ هو تقريبا الملعب بيشيل 40,000 تذكره، وبالتالي بما ان الملعب اتقسم يعني شبه من 18 ل 20,000 تذكره لكل نادي. في اجزاء من الملعب تقريبا بتبقى فاضيه، اللي هي بتبقى فواصل بس بين الفرقتين. فانا يعني اعتقد ان هو ملعب نادي الجزيره او استاد محمد بن زايد، اللي هو اللي اتلعب عليه اخر مباراه في 2020، اللي هي كانت السوبر اللي حصل فيه المشكله لو تفتكر. نعم. فتقريبا الملعب بيشيل في حدود من 38 ل 40,000 مشجع، يعني لو هتقسم على الناديين تقريبا من 17 18 20 بالكثير الف تذكره يعني. طب من خلال معلوماتك يعني، هل تنتوي الاداره المسؤوله ان هي تفتح في حاله استرجاع يعني التذاكر للي عايز يرجع، ممكن تفتح المساحه لجمهور الاهلي؟ ما زي ما بقول لحضرتك ما فيش موقف رسمي، مش واضح لغايه دلوقتي. لا مش واضح. وبكره لما سالت النهارده المسؤولين في مجلس ابو ظبي الرياضي، فقالوا لي ان يعني احنا كان كل التفكير الفتره اللي فاتت، الايام اللي فاتت او اليومين اللي فاتوا، الزمالك جاي ولا مش جاي، ما فكرناش في حاجه ثانيه. وبالتالي لحد موقف الزمالك ما اتضح واتحسم، انت مش قادر تاخد قرار ومش قادر تحط تصور، لان انت وكان جمهوره بالفعل اشترى تذاكر بالفعل. بقول لحضرتك التذاكر يعني قبل العيد بثلاث اربع ايام تم طرح التذاكر نفذت تقريبا في نفس اليوم، اللي هو طرح الساعه 9 بالليل بعد الفطار. قبل الفجر كان تقريبا بتتكلم في نسبه 70 75% من التذاكر نفذت. تمام. ومعظمها لجمهور الاهلي، يعني معظم تذاكر الاهلي كانت نفذت. ايوه طبعا اكيد. تمام. انا بشكرك يا استاذ محي، وان شاء الله يبقى يوم جميل باذن الله ومباراه